السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على واحد من اغلى التوابل في المغرب وفي العالم اللي هو الزعفران. اكيد شفتيه في الحلويات، في الطاجين، وحتى الوصفات التقليدية. ولكن واش عمرك سولتي راسك علاش هاد الخويطات الصغيره الحمرين كتوصل اثمانها لهذا الثمن الخيالي؟ الزعفران ما كيتصنعش في المعامل، هذه اول حاجه، وما كيتجمعش بالالات. يجي من واحد الوريده صغيره لونها بنفسجي، وكل وريده فيها غير 3 ديال الخيوطه ديال الزعفران. غير 3. تصور ان ورده فيها غير 3 ديال الخيوطه ديال هاد الخيوطه ديال الزعفران. تخيلي معايا باش نحصلوا على كيلو واحد ديال الزعفران خاصنا آلاف وآلاف ديال دوك الوردات، وكل وردة خاصها تجمع باليد وحدة وحدة. وزيد على هاد الشيء باش نحيدو دوك الخيوطة من دوك الوريدات كيحتاجوا واحد الوقت وواحد الجهد كبير، لأنه عملية فصل الخيوط الحمراء من دوك الوريدات كتحتاج وقت كبير ودقة كبيرة، لأن الخيوط رقيقة بزاف ويمكن بسهولة تضيع. هاد الخدمة كاملة كتكون باليد وكتحتاج واحد العدد كبير ديال العمال، وهذا الشيء واحد من الأسباب الرئيسية اللي كيرفع الثمن ديالو. ولكن هذا ماشي السبب الوحيد. ثانيا، الموسم ديال جني الزعفران قصير بزاف، لان ديك الوريدات كتفتح لايام قليله، واذا ما تجمعوش بسرعه كيضيع المحصول. لهذا هادوك الخدام ودوك المزارعين خاصهم يخدموا من الصباح، يعني الصباح بكري، باش يجمعوا دوك الوريدات قبل ما تدبل. ولكن السؤال المهم هو كيفاش ممكن نعرفوا هذاك الزعفران واش اصلي ولا مغشوش؟ للاسف الزعفران هو من اكثر المواد اللي كتعرض للغش بسبب الثمن ديالو الغالي. الزعفران الاصلي كيطلق اللون ديالو في الماء بشكل تدريجي وكيبقى محتفظ بالشكل ديالو. يعني الزعفران فاش كتهزيه هذوك الشعيرات وكديريهم في الماء، راه ماشي في البلاصه هذاك الماء كيولي احمر، لا، يعني الا ولا لك احمر الزعفران عرفيه بانه هذاك الزعفران راه مغشوش. اما المغشوش فغالبا من كديريه في الماء كيولي كيعطي هذاك اللون الاحمر بسرعه كبيره، لانه كيكون مسبوق بشي مواد وحده اخرى. ومن بين اشهر المناطق اللي المعروفه بانتاج الزعفران في العالم كاين المغرب، خصوصا منطقه تاليوين، بالاضافه الى ايران والهند واسبانيا. والامر المثير ان الزعفران ما كيتستعملش غير في الطبخ، بل كيدخل كذلك في بعض الصناعات التقليديه، العطور، حتى بعض الابحاث الطبيه. واذا عجبكم الفيديو اكتبوا لي في التعاليق شنو المكون الغذائي اللي بغيتوا نكتشفوا القصه ديالو في الفيديو الجاي. والى اللقاء، ونتمنى الدعم ديالكم والكومنتيرات باش تشجعونا باش نواصلوا. وشكرا بزاف وبسلامه.